محبين عبد الحليم كتير، محبين عاشوا عصره ومحبين ما عاشوش عصره اصلا. علشان كده انا النهارده جبت لكم محبين عاشوا عصر عبد الحليم وحكوا لنا ازاي شافوه وازاي اتقابلوا معاه. في منهم شافوه وفي منهم ما شافوهوش بس كانوا عايشين عصره وتواصلوا معاه كمان. ازاي تواصلوا معاه وازاي عرفوا يوصلوا لعبد الحليم ده اللي هنشوفه في الفيديو. بس ما تنسوش قبل ما ندخل على الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد لاعز الناس. اهلا بيكم اعز الناس في قناه اعز الناس. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الايام الحلوه العيد، وكمان اهو جاي شم النسيم اللي المفروض الحفله دي حفله الربيع اللي بيأدي عبد الحليم فيها كل سنه اغنيه جديده وحفله جميله. ربنا يرحمه يا رب، واحنا بنحيي ذكراه في كل وقت. عشان كده عايزاكم تعملوا لايك وتكبروا قناه عبد الحليم وتشاركوا اكبر عدد من الناس في قناه عبد الحليم عشان نوصلها لاكبر عدد لاحياء ذكرى عبد الحليم. محبين عبد الحليم زي ما انتم عارفين كتير وفي كل الدول العربيه كمان. المحبين اللي بعتوا لي حاجات وانا شفت حاجات كتير قوي الحقيقه لفت نظري وانا بقلب كده صفحات عبد الحليم وبشوف الجروبات اللي كلها بتحكي عن عبد الحليم. صفحه باسم نبتدي منين الحكايه لاستاذ محمود القاسم. القصه بتاعته بصراحه اثرت فيا قوي فحبيت ان انا احكيها لكم وبشكره جدا لاني استاذنته قبل ما احكيها وهو سمح لي بان انا احكيها في قناتي. الاستاذ محمود القاسم انا اول ما قريت القصه وسمعتها يعني كنت بحسبه اصلا مصري، بس هو ما طلعش مصري. هو طبعا عبد الحليم كل محبين الدول العربيه بتحبه، فدي حاجه كمان فرحتني اكتر. الاستاذ محمود القاسم كان بيحب عبد الحليم جدا في فتره الشباب بتاعته. هو مش كويتي، هو اردني الجنسيه، وانا برحب بكل اهل الاردن معايا هنا وكل الدول العربيه الجميله اللي بتحب عبد الحليم، وانا طبعا عارفه انهم كلهم بيحبوا عبد الحليم. فاستاذ محمود القاسم كان في الكويت مقيم، وبعد كده حب ياخد التوجيهي في مصر. التوجيهي ده يعني الثانويه العامه، حب ياخده. فطبعا لما حب ياخده ورتب موعد ان هو يروح كان في مخه انه يشوف عبد الحليم. هو من عشاق عبد الحليم وبيحبه جدا، وفعلا رتب الميعاد. وهو لما نزل على مصر نزل قام في شقه العجوزه، وكان عبد الحليم ساعتها ساكن في الزمالك. كان الكلام ده حوالي سنه 76. فاستاذ محمود القاسم قال لازم اروح ازور عبد الحليم، خاصه ان العجوزه مش بعيده قوي عن الزمالك. فراح فعلا رتب ميعاد وراح لعبد الحليم. عبد الحليم كان بيستقبل معجبينه في بيته وهو عايش، عشان كده هو وصى بالوصيه ان هو لما يموت برضه يفضل المعجبين يجوا، بس هم طبعا خصصوا يوم الذكرى بس عشان الناس كتيره طبعا وكتر خيرهم يعني. المهم استاذ محمود راح فتح له راجل اسمر كده، تقريبا هو كان السفراجي اللي في البيت، اسمه عم عبده او الطباخ. قال له انا عايز اشوف الاستاذ. قال له الاستاذ ما يقدرش يقابل حد دلوقتي. وكانت واقفه وراه ست كده بيقول بتسمع الحوار اللي بيني وبين عم عبده. فراحت الست اتقدمت شويه وقالت له اتفضل انت عم عبده. قالت له انا ما ينفعش دلوقتي ان انت تقابل عبد الحليم لان عبد الحليم عنده قنصلته واطباء جوه وتعبان جدا. قال لها ده انا جاي من الكويت مخصوص علشان اشوفه. قالت له حقيقي هو ما بيحبش حد يشوفه في الحاله دي، لان عبد الحليم زي ما بنشوفه على المسرح عملاق كبير ما بيحبش حد يشوف لحظات ضعفه. حتى لما كان بيصور نفسه وهو مريض كان بيصورها لاسباب تانية، لان الصحفيين كانوا ساعات بيكتبوا عليه انه بيتمرض، فكان دايما بيحب يصور نفسه وهو مريض علشان يشوف ايه رد فعل الصحفيين اللي بيقولوا عليه بيتمرض. المهم الست عليا عشان برضو ما تكسرش بخاطره قالت له طيب اتفضل. قالت له اتفضل شوف بيت عبد الحليم واتفرج عليه، هو ده اللي اقدر اعمله لك في الوقت الحالي لان عبد الحليم ما بيحبش حد يشوفه وهو تعبان. بيقول دخلت البيت وفي ريحه عبد الحليم وفي ريحه جو عبد الحليم والاماكن اللي فيها البروفات وكل حاجه حلوه بحس ان فيها عبد الحليم. وانا قاعد خرجوا الاطباء فعلا من اوضه عبد الحليم. فراح قال لها طيب الست عليا هو انا كده ما اقدرش اشوفه؟ ما الاطباء خرجوا. قالت له لا طبعا ما تقدرش تشوفه لانه رابط راسه بمنديل وما بيحبش حد عبد الحليم يشوفه في الحاله دي خالص. فراح سكت وقال لها طيب خلاص انا هحاول برضو اجيله تاني بعد يومين. وبرضو اصر ان هو يشوف عبد الحليم وما يقسش، وفعلا رجع بعد يومين. بيقول استاذ محمود انا روحت وانا برضو زعلان وكنت نفسي اشوف عبد الحليم واتألمت قوي لان فعلا ريحه المرض وريحه الادويه في البيت فعلا، وكنت مشفق جدا على عبد الحليم وصعبان عليه قوي ان عبد الحليم تعبان فعلا وكان نفسه يشوفه، كان نفسه جدا يشوفه. فطبعا قال خلاص انا 3 ايام وهرجع تاني، وكان بيعد الايام علشان يرجع يشوف عبد الحليم تاني. بيقول في صباح اليوم بقى اللي انا رايح فيه لعبد الحليم رحت لمحل ورد وجبت بوكيه ورد جميل جدا كتبت عليه مع اطيب التمنيات بالشفاء العاجل. بيقول وصلت عند الباب وكان في 2 رجاله كده واقفين معايا برضو على الباب. فتح لهم عم عبده ورحب بيهم وشكلهم كده دكاتره برضه، لكن عم عبده شافه وعرفه لانه كان لسه جاي من يومين. قال له تعالى مش انت اللي جيت من يومين؟ قال له ايوه انا اللي جيت من يومين ونفسي اقابل عبد الحليم. وشافته
الست عليا وقالت له تعالى اتفضل. قال لها طمنيني على عبد الحليم. قالت له والله يا ابني هو لسه تعبان جدا، وزي ما انت شايف اهو الاطباء لسه برضو داخلين عنده دلوقتي. فبيقول قدمت لها البوكيه وقلت لها ربنا يخليك، انا نفسي اشوف عبد الحليم، فعلا نفسي اشوف. وكانت ملامح الحزن والالم باينه على وشها قوي. وقالت له والله يا ابني مش بايدي، صعب جدا ان تشوفه لانه فعلا تعبان، وعبد الحليم مش بيحب خالص ان حد يشوفه في الحاله المرضيه دي ابدا. قال لها ده انا خلاص مسافر وكان نفسي اشوفه قبل ما اسافر. قالت له اكيد الظروف هتجمعك وتقدر تيجي تاني وتشوف عبد الحليم، لكن في الوقت الحالي مستحيل تقدر تشوفه. راحت قالت له معلش يا ابني ان شاء الله الظروف الجايه تكون افضل وتشوفه كمان وهو بصحه. ويعني واسته وعم عبده كمان سلم عليه وشكره وقال لها ارجوكي قولي له ان في واحد بيحبك قوي قوي كان نفسه يشوفه بس الظروف منعته، وان شاء الله السنه الجايه اقدر ان انا يكون ليا نصيب واشوفه. قلت له حاضر يا ابني شكرا، وشكرا جدا على بوكيه الورد اللي انت جبته كمان. بيقول بقى سافرت الكويت وانا برضو حاطط امل كبير ان انا هشوف عبد الحليم السنه الجايه. ما يئستش ابدا ان انا قلت لا انا كده هشوفه ان شاء الله السنه الجايه، وكنت بحلم باليوم اللي اشوف فيه عبد الحليم. ولكن كنت فرحان برضو اني شفت اخته وشفت بيته وشفت كل حاجه كانت من ريحه عبد الحليم في البيت. يقول ان هو سنه 76 ما قدرش يسافر مصر، لان هو لما قابله تقريبا كان وقتها سنه 75، لكن سنه 76 ما قدرش يسافر لظروف ما عنده. ولكن سنه 77 حجز شهر 6 انه هيسافر ان شاء الله على مصر ويشوف عبد الحليم. بيقول بعد كده قعدت على مائده الافطار بفطر الصبح، وجاي الخبر الأليم الصبح وانا على مائدة الافطار، وجاي الخبر زي صعقة نزلت عليا وحس بالألم الشديد لأن عبد الحليم اتوفى شهر 3 وهو حاجز على شهر 6 إن هو هيروح مصر، وكان عنده أمل كبير جدا إنه يشوف عبد الحليم في الوقت ده. بيقولوا مع ذلك سافرت، وكنت برضو بفكر ان انا اروح شقه عبد الحليم وازوره، ولكن ما قدرتش ان انا ازوره وهو مش فيها. هو لما كان بيزور عبد الحليم كان عنده امل كبير انه هيشوفه، لكن المره دي لو زاره هو فعلا مش هيشوفه. فبيقول ما قدرتش ان انا ازوره وهو مش موجود. فوجه الاستاذ محمود كل الشكر على الصفحه الحلوه دي. نبتدي منين الحكايه؟ صفحه فعلا جميله، وهو انسان فعلا محب لعبد الحليم وعاصر عبد الحليم وكان بيحبه قوي. وبشكره جدا على مجهوده في الصفحه الجميله دي. سبحان الله، عبد الحليم محبوب من كل الفئات وكل الاعمار وكل الجنسيات وكل، يعني مش بس زي ما بيقولوا ان هو يعني البنات بيحب، البنات بتحبه والستات بتحبه بس، لا ده ستات ورجاله وبنات وشباب وكل حاجه، كل الاعمار وكل الفئات بيحبوا عبد الحليم كده من عند الله، حب كده، حتى مش علشان بس هو مطرب ولا كده. زي ما انا قلت الكلام ده كتير قبل كده، ولقيت ناس كتيره جدا بتقوله. والله يعني انا بقول الكلام ده وانا ما سمعتوش من حد، لقيت الناس فعلا بتقول نفس كلامي، بتقول ان عبد الحليم محبوب كده كله على بعضه. مش حكايه مطرب، ما انت ممكن يكون لك مطرب مفضل مش هتحبه الحب ده يعني، ولا هتفضل تتكلم عليه في كل حاجه، هتحب تسمعه. اللي ليه مطرب مفضل بيحب يسمع اغانيه وخلاص، لكن احنا بنحب نعرف اخباره وبنحب نعرف كل حاجه عنه، برغم ان هو ميت ليه 47 سنه دلوقتي. مين ميت ليه 47 سنه دلوقتي وما زال موجود لحد دلوقتي معانا؟ الاستاذه اسيا الفلكي اللي بعتت لي صوره عبد الحليم، انا برضو بتوجه ليها بالشكر جدا لانها بتحب عبد الحليم جدا، وبعت لها عبد الحليم الصوره دي وهي في ثانيه سنه. الاستاذه اسيا الفلكي بقى شافت عبد الحليم. شافت عبد الحليم فين؟ شافت عبد الحليم اثناء عرض فيلم ليالي الحب، كان عرض خاص او كان اول عرض للفيلم، بس كان عبد الحليم حضره يعني مع الجمهور، وكان عبد الحليم قاعد في اللوش هو وامال فريد، وكان عبد الحليم بتقول بيردد الاغاني بتاعت الفيلم كده بيدندنها ببقه مع الفيلم. فشافته، كانت هي ساعتها في الصف الاول اعدادي اللي هو الصف الاول متوسط في البلاد العربيه، وكان معاها مامتها واخوها. فقالوا احنا لازم نروح نسلم على عبد الحليم في اللوش بتاعه، وفعلا راحوا وسلموا على عبد الحليم. بتقول سلمت عليه وكانت فرحانه جدا جدا انها سلمت على عبد الحليم وقتها. فيلم ليالي الحب كان وقتها عبد الحليم لسه صغير، وكانت هي في اولى اعدادي. الصوره دي اللي بعتها لها عبد الحليم كانت هي في الصف الثاني الثانوي، وبعتها لها عبد الحليم لانه كان بيرد على كل المعجبين وبيلبي طلباتهم. استاذه اسيا بتحب عبد الحليم جدا جدا وباين قوي في حبها دلوقتي. هي بتقول لي انا عندي 62 سنه ولكن ما زلت بسمع عبد الحليم، هو مطربي الوحيد اللي انا بسمع اغانيه، ما بسمعش اغاني لحد خلاص، لكن هو عبد الحليم الاستثناء بس عندها. انا بوجه لها الشكر من خلال قناتي، وهي منوراني جدا في القناه. والله اي حد في الزمن الحلو ده بيكون عصره بفرح بيه قوي قوي، وبحس كده ان هو بيحسسنا بالزمن فعلا الجميل. وفي كمان استاذه زينب بكر برضو كانت عايشه في زمن عبد الحليم وكانت بتحبه جدا. قلت لها طب انت حبيتي عبد الحليم ازاي؟ قالت لي كانت عمتي ساكنه معانا في البيت وكانت بتحب عبد الحليم قوي، ومن شده حبها لعبد الحليم انا حبيته كمان معاها. ولما توفى عبد الحليم كانت هي برضو في المرحله الثانويه. قول استاذه زينب انا كنت بسهر انا وعمتي للفجر للحفلات بتاعته زي دلوقتي، والايام الجايه دي حفلات شم النسيم عيد الربيع كان بيحييها عبد الحليم، وكان كل الناس بتستناها وبتسمعها فعلا، وكانت بتبقى ساعات الحفلات على الهوا.
بتقول لما توفى عبد الحليم والدي ووالدتي حاولوا يخبوا عليها الخبر باي شكل، ولما كانوا بيجيبوا الجريده كانوا بيخبوها الصبح، لكن كان لسه الخبر ما نزلش فيها، بس هم خافوا لا يكون الخبر فيها. بتقول كنت رايحه المدرسه الصبح وكان الراديو مفتوح واذاعوا الخبر الساعه 9 الا ربع في البرنامج العام. بتقول انهارت وقعدت اعيط عياط شديد، وامي كانت بتعيط معايا وتواسيني، وطبعا اليوم ده ما رحتش المدرسه وقعدت عيانه يومين بحالهم علشان مش قادره اروح المدرسه من كتر الحزن على عبد الحليم. هي ومئات كتيره جدا من الطلبه وقتها والمحبين لعبد الحليم ما قدروش يستوعبوا خبر وفاته. كانت بالنسبه لهم صدمه، لان عبد الحليم كان بيسافر دايما وبيرجع من كل سفريه، ولما كان رايح اخر سفريه ما كانش حد حاسس ان هو مريض المرض اللي ممكن فعلا يموت فيه. فكان بالنسبه لجمهور العالم كله العربي انه عبد الحليم مات كانت صدمه كبيره قوي. ف يعني بتقول عشت يوم قاسي جدا في خبر وفاه عبد الحليم ده. وناس كتيره جدا بقى بعتوا لي في حب عبد الحليم، منهم برضو استاذه حبيبه محمد واستاذه سلمى محمد، وكتير جدا بيبعتوا لي، وطبعا على راسهم استاذ علي ابو موعود اللي دايما بيراسلني على الصفحه وعلى القناه، ودايما بيحب يهدي للناس محبينه اهداءات حلوه، وهقول اساميهم دلوقتي بس بعد ما اقول ان انت عملت حاجه حلوه جدا. استاذ علي استاذ علي من بلد جنب العراق، هو بيحب عبد الحليم جدا وعمل له ختمه قران في رمضان. يعني الناس اللي بتقول انتوا بتتكلموا عن عبد الحليم بتفيدوه بايه والكلام ده كله، لا، عبد الحليم بيدعوا له كل محبينه دعوات صادقه خالصه من القلب، مش علشان حاجه، هم بيحبوه فبيدعوا له من قلبهم. فاستاذ علي عمل كده، وبيقول يوم الذكرى برضو وزع صدقه على روح عبد الحليم باسمه يوم الذكرى بتاعته. فهو انسان مخلص جدا لعبد الحليم، واجمل حاجه عملها له هي ختمه القران اللي عملها لعبد الحليم دي، كانت بصراحه منه لفته حلوه جدا، ربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناتك يا استاذ علي. استاذ علي برضو كان طلب مني طلب ان انا، بس انا اسفه ان انا اتاخرت عليه، لان الطلب ده كنت انا مصوره الحلقات فما لحقتش ان انا اقول اسامي الناس اللي كان بيقول عليهم ان هم وقفوا مع اخته ام عماد، فبيشكرهم وقال لي اساميهم وانا هقول اساميهم اهو. ام عبد الرضا، والوالده ام عبد الله ام ماهر مع بنتها، ام وسام وام حيدر مع بنتها، وام رسول وام حنين وام رانيا وام دانيال وام خالد مع شروق، وام اركان وام محمد زوجة حاجي رحيم مع بنتها اخلاص، ومحمد حسين مع زوجته ام مهدي ومهدي وعباس ابن عامر، وزوجة ساهر ام حسن وام ريهام وام اسراء. يا رب بقى ما نكونش نسينا حد يا استاذ علي، ولكن هو بيتقدم بيهم للشكر كلهم عن طريق قناه اعز الناس، لانهم كلهم برضو محبين لعبد الحليم. اتمنى يا رب ان ربنا يجعل كل اعمال حلوه الناس بتعملها لعبد الحليم في ميزان حسناتهم وحسناته. واتمنى تتابعوني الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديو يعجبكم جدا، وعايزه ارائكم وتعليقاتكم على قصص لعبد الحليم سمعتوها او حد قالها قدامكم، او انتوا عاصرتوا اي حاجه حلوه من عبد الحليم، يا ريت تحكوها لي في التعليقات، علشان انا بحب قوي الحاجات اللي هي من زمن قديم فات كده. بحس ان انا رحت للزمن ده واخترقت الزمن الجديد بالزمن القديم اللي طعمه كده حلو وريحته بزمن جميل واغاني جميله وطرب فعلا اصيل. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، استنوا بقى الحلقه الجايه شيقه جدا وحلوه جدا، وعايزه تفاعلاتكم وعايزه نوصل القناه ان شاء الله للقناه مليونيه. عبد الحليم يستاهل مننا ده. شيروا الفيديوهات واعملوا مشاركه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان قناه عبد الحليم تكبر بيكم ومعاكم لعبد الحليم. شكرا يا اعز الناس.